السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، يا اللي في بلادكم منورين. صلوا على النبي يا حبايبي قبل ما نخرج بقى نصلي العيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا معوداكم على طول بصور لكم اجواء صلاة العيد ان شاء الله، صلاة العيد الاضحى سنة 2005. اتفضلوا معانا ونخرج نشوف هنصلي فين بإذن الله. شكلنا كده إن شاء الله السنة دي أو في العيد ده إن شاء الله هنلحق نصلي العيد، لأن خارجة بدري أهو ما شاء الله. يا دوب صلينا الفجر وحاجات بسيطة كده ما شاء الله، والشوارع ما شاء الله هي لسه الدنيا مش زحمة أوي. تعالوا بقى إيه هنشوف نشوف الأجواء الجميلة بتاعتنا. اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي، من غير بقى تعليق خالص مني. اتفرجوا بقى شوفوا الصوره كده. انا منتظره احمد ابني على ما ينزل، قلت له هسبقك عشان الحق اصور لكم شويه حاجات. طبعا ايه اهو الناس في الشوارع ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه كله ما شاء الله زي ما انتم شايفين المشهد اهو كله. ايه رايكم في الاجواء؟ زحمه، كنت بقول لكم مفيش زحمه. مجرد ما طلعت كده على الشارع ما شاء الله. وطبعا بقى الايه زي ما انتم شايفين بقى الجزار مشغول بالايه بالاضحيات بتاعته بيجهزها. شايفين الانوار اهو، انتوا شايفين المشهد كله بقى مشغول، والجزار بقى عمال ينزل العجول. كله رايح يصلي. كل عام وانتم بخير يا حبايب قلبي. الله اكبر الله اكبر الله. طبعا يا حبايب قلبي كل الجزارين دلوقتي ما شاء الله زي ما انتم شفتوا. امبارح انا وريت لكم جزء كان بسيط. العربيه اهو ما شاء الله كتير مجموعه اهو بسم الله ما شاء الله زي ما تشوفوا زادوا عن امبارح بالليل. ربنا يعينهم ويقويهم، ربنا يعينهم ويقويهم. افرجها على الناس كلها يا رب، افرجها على الناس كلها. ربنا يعينهم، شغلانه صعبه قوي قوي، مفيش حاجه بتيجي بالسهل يا ولاد. ربنا يعينهم ويقويهم، يا رب يعينهم ويقويهم. هيروح العربيه تمشي تروح تجيب مجموعه ثانيه وهكذا. اول ما نصلي العيد بيبتدوا بقى ايه ما شاء الله كل الجزارين يبتدوا بقى ايه يذبحوا الاضحيه. حبايب قلبي اللي ما يعرفش من الشباب الصغير اللي بيذبح قبل صلاة العيد دي ما تعتبرش أضحية، يعتبر ان هو ما ضحاش، تعتبر ان هي دي صدقة. تمام؟ عشان بس ايه في بعض الشباب الصغير بيبقى مش فاهم، يفكر ان الذبح في اي وقت وخلاص. مش هنتكلم بقى في حاجات اكتر من كده. قلبي صلينا بقى العيد اهو ما شاء الله. ودلوقتي بقى بصوا الاجواء. كل الناس بقى بصوا رايحين فين اهو عند ده شارع جمعيه زراعيه. تمام؟ انا جايه من هنا مخصوص ليه؟ عشان اصور لكم بقى الايه الجمال دي، اللحمه بقى اللي هي الجملي. عايزين نشوف كده ايه الجمل. انا عمري على فكره ما شفت جمال وهي بتتذبح. هندخل كده ايه ونشوف الدنيا فيها ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. بصوا يا حبايب قلبي، احنا طبعا بقى ايه صلينا العيد وجينا اهو بالسلامه ان شاء الله. ربنا يا رب يصلح حالكم وييسر امركم وان شاء الله. مش عارفه الفيديو ده هحمله لكم امتى، يا ريت اعرف انزله لكم النهارده اول يوم العيد.
نفسي بإذن الله الناس اللي إن شاء الله اللي هتضحي ما تنسوش الناس، ما شاء الله أحلى أحلى قطعة لحمة. قلت الكلام ده كذا مرة، الناس اللي هي بتبقى للأسف للأسف بتاخد القطع اللي هي الجيدة، اللي هي الحمرا، فيليتو، سواء الحاجات في قطع يعني مميزة بتبقى سواء في الخروف أو في الجمل أو في العجل، أعزكم الله، بتبقى للأسف تنقي أحلى قطعة ليها، أو لأهل البيت. ماشي، خدوا برضك حاجات كويسة، بس ما نظلمش الناس اللي هي أول مرة، يعني الناس اللي انتوا يعني ما بنضحي وتوزعوا عليهم اللحمة وكده، لأن في بعض الناس يعني يمكن الفراخ دي، يمكن الفراخ، يمكن اللحمة دي يعني ما بياكلوهاش إلا من السنة للسنة، وانتوا عارفين يعني مع غلو الأسعار. يعني احنا عندنا هنا في مصر من كام سنة، قبل بقى الغلا وقبل بقى كورونا وقبل الحاجات دي كلها، كان عندنا اللحمة كانت يعني أغلب الناس تقدر تشتري يعني كيلو لحمة، كان الكيلو اللحمة ب100 جنيه، زي حاجة زي كده. دلوقتي الكيلو بقى آخر مرة احنا شاريينها ب420 جنيه من عند جزارة السلام، اللي أنا دايما بصور لكم فيها ب420 جنيه. طبعا 420 جنيه مبلغ جامد أوي 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 على بعض الأسر، مش كل الأسر تعرف تشتري كيلو. والناس يعني حتى لما بتجيب الكيلو تيجي مثلا أسرة مثلا 5، والأم والأب مثلا 2، يبقى 7، بتيجي مثلا تفرقي تدي لكل ولد او بنت من ولادكم ومن ولادنا وكده، بتبص تلاقي يعني ما بيشبعش. فارجو منكم يعني تبقى الوجبات اللي انتوا هتفرقوها القطع اللحمه، الكيلو اللحمه، هتبص مثلا تلاقي اسره مثلا 5 أبناء والأم والأب 7، ما ينفع يعني، بلاش بقى كيلو بالظبط. أنا بوزع يا ماما أمان لكل أسرة كيلو كيلو، لا، بدل ما يبقى كيلو ممكن بإيدك الجميلة كده يبقى 2 كيلو. طيب يا ست الكل، هتقول يا ماما أمان ما أنا مش هناهض، ده أنا هو كل ربع عجل، كل ربع، كل اللي أنا هضحي بيه ربع عجل، مش يعني مش مكمل. تمام. يبقى بقى يا حبايب قلبي عشان الكل يتراضى، يعني مثلا الأسرة مثلا اللي هي كبيرة، مش شرط بقى يبقى كيلو كيلو، لا، أجي مثلا كده في اللحمة، مثلا لو الأسرة مثلا 5 أبناء والأم والأب 7، يبقى 5، كل فرد من الأبناء قطعتين، يبقى كده 10، والأم والأب قطعتين برضك قطعتين، يبقى 4، يبقى كله 14 قطعة. يبقى حلو قوي، يبقى الناس كانت مش تاكل تناتيف، يبقى مش تاكل دهون، تاكل عظم والكلام ده كله. لا، يبقى زي ما كانت أمي الله يرحمها كانت تقول ايه، اللي يدي أكلة بشبعة. يعني بشبع يعني ايه اقصد، يعني مثلا مش تيجي الام مثلا هو كيلو ومعاه مثلا 7 أو 8 أبناء، تبقى محتارة هتاخد ايه ولا ايه ولا ايه، وممكن هي ما تدوقش اللحمة اللي انت حضرتك بعتيها دي او حضراتكم بعتوها دي، توزع على ولادها وتوزع على زوجها، وكده يعتبر هي ما بتدوقهاش خالص. فيا ريت يا ريت يوصل لكم الفيديو ده، اتمنى والله ان انا احمله لكم واوصله لكم قبل الأضحية، وكان نفسي إن أنا أعمل كده، يعني أوصلكم رسالتي. بس أنا عملت الناس اللي معايا من أول القناة وكده، أنا عملت فيديوهات زي كده قبل كده كتير، استفادت من الفيديوهات دي الحمد لله، وبقوا يعملوا بيها إن شاء الله. في حاجة برضك تانية يا حبايب قلبي، الناس اللي هي بتذبح واللحمة بتسود منهم، بتزرق، بتبتدي داخلة على بكتيريا، لم إن كنت هتذبحي في البيت مفيش مشكلة، في فيلتك مفيش مشكلة، لكن الناس اللي هي بتروح تذبح خارج البيت، في مثلا في مجزر أو مثلا عند الجزار في أي مكان، بتيجي بقى تعملي ايه، بتاخدي ملاية معاكي أو ملايتين، أو قطعة قماش قطن ما يكونش صناعي، بتفرشيها، بتفرشي الأول كراتين في الشنطة بتاع السيارة،
وبتحط اللحمة في اللي هي الملايات دي، يبقى من تحتها الملاية اللي هو القماش، قطع القماش من تحت ومن فوق. على ما بتيجي بقى بتروحي بيتك بتبص تلاقي الدم او المية اللي بتبقى في اللحمة وهي سخنة بتنزل في الملايات دي اسمها ايه يا جماعة؟ اللحمة كده بتشمعيها في نفس الوقت. او اول ما بتروحوا بقى بالاضحية بتاعتكم في البيت، مش بقى من فرحتنا وبنبقى فرحانين بقى ان احنا عايزين نوزع وندي للفقراء، وفرحانين بقى وعايزين نفرح الناس. انا فاهمة شعوركم ده وحساه، بس عشان قطعة اللحمة تروح يعني حلوة ومفيدة مبقاش فيها بكتيريا. بنجيب برضك صواني كتير كده قبل ما نروح على الذبيح بعد صلاة الفجر. بنجيب صواني ونفرشها في غرفة أو في الريسبشن، لو في الريسبشن عندكم في تكييف. بنحط صواني، والصواني دي ممكن لو مستطاع عندك ان انت تفرشي الصواني دي بقطع من القماش، وبتفردي اللحمة عليه وتشغلي مروحة، تشغلي تكييف اللي هو متيسر عندك. ما فيش ده ولا ده، ممكن تفتحي مثلا لو الجو عندك كويس ممكن تفتحي الإزاز أو الشباك بحيث إن الهواء ينشف حتة اللحمة اللي بيقولوا عليها إيه تتشمع. وبعد كده ما شاء الله تبتدوا بقى بالتوزيع. وما تنسوش بقى أهم حاجة صلة الأرحام. ما ينفعش إن أنا أذبح عجل، أذبح خروف وما بعتش لصلة الأرحام، أدور كل واحد يدور. ومش شرط يا جماعة إن هو يكون مثلا واحد مش لاقي خالص، لأ. ساعات بصوا بندور على الفئة اللي هي مثلا هو في جزء يا جماعة للحبايب، في جزء للحبايب، الفئة اللي هي ولادها في التعليم. والله يا جماعة، والله يا جماعة، الناس كلها من بعد كورونا ربنا اللي يعلم بالناس كلها. الواحد يعني سبحان الله، يعني أغلب الناس أنا بقول لكم يعني ظبطوا الدنيا مع الناس في اللحمة. ليه؟ لأن في ناس فعلا، ناس كتير قوي قوي ما بتاكلش اللحمة دي خالص. أغلب الناس تبص تلاقي الصراحة يقول لك إيه، طب ما أنا هروح أجيب كيلو لحمة ب420 جنيه. طب وليه؟ طب ما أنا أروح أجيب فرختين أبيض، مش هقول لكم بلدي، لو بلدي هيعدوا 500 جنيه فما فوق. أجيب فرختين بلدي وأعمل منهم بانيه، أطلع منهم صدورهم بانيه، والوراك أعمل عليها أي أكلة. وكده أنا عملت كذا وجبة. فربنا يكرمكم، ويا رب ما اكونش تقلت عليكم في بعض النصايح دي، ما تزعلوش مني، انتوا زي ولادي وانا بقول لكم كلامي هذا من خبراتي في الحياة. ويا رب كلنا نعمل بهذا الكلام. وكل عام وانتم خير، ربنا يجازيكم كل خير ويجعله في ميزان حسناتكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.